السلام عليكم، معاكم مهندس احمد صلاح مشاتل الخليج. انا جاي النهارده بكلمكم من وادي الملاك هنا في الاسماعيليه. بنزرع نخل برحي بنت جور زي ما هو واضح ورايا في الصف كده. ربنا يبارك للرجاله زارعين ما شاء الله. المزرعه هنا تعتبر مزرعه بكر، يعني لسه شايف فيها جديد. وما شاء الله الباشمهندس ربنا هنا الاستشاري عامل مسافات زراعه جميله جدا. بصراحه هو شغال على 20 متر. في الخطه قدامي ان هو هيزود واحده بين كل اتنين بحيث ان هو يبقى شغال على 10 متر في الصف الواحد، وبعد ما يخلص الصف ده هندخل على الصف التاني ان شاء الله. تقليل المسافات دايما بيأثر معانا على زياده الرطوبه، وزياده الرطوبه دي بتأثر على جوده الصمام، ونلاقي فيها عرق كده ناشف بيطلع فيها، وده بيقلل من جودتها جامد قوي. بالاضافه طبعا زياده الرطوبه دي معناها زياده الاصابات الفطريه، وبناء عليه برضو هتعمل معانا مشاكل في عمليات المكافحه بعد كده. بالاضافه برضو قله المسافات دي، طبعا النخل بيبقى فيه شوك وكده بيصعب عمليات الخدمه على العمال بعد كده وهم شغالين، فده بتلاقي في كروته شويه في بعض عمليات الخدمه وهم شغالين. وبرضو قله المسافات هتروح تقلل معانا الشمس، وبناء عليها هتقلل معانا في عمليه البناء الضوئي، وبناء عليها هتاثر معانا على المحصول، سواء على حجم الثمره او سواء على جودتها. كل ده طبعا بيأثر معانا في ارتفاع نسب الهدر والفقر، ده كل ده بيتحول معانا لفلوس في الاخر عند الانتاجيه. بالاضافه ان المنافسه في السوق حاليا هي منافسه جوده، يعني انا بالنسبه لي عشان اتكلم في حاجه صح، لا انا فعلي عايز جوده اعلى باذن الله ان شاء الله. المهم انا مش عايز اطول عليكم، وربنا يبارك لاصحاب الارض يعني كده ان شاء الله ويكرمهم. اتمنى اكون افدتكم، ولو في عندكم بقى اي استفسارات كلمونا او ابعتوا لنا على الصفحه او على الواتساب، وان شاء الله نكون في خدمتكم. وتابعونا الفتره الجايه برضه هتلاقوا في فيديوهات كتيره مهمه ان شاء الله. وندعو لاصحاب الارض بالتوفيق يا رب، ربنا يكرمهم ويوفقهم كده ويقوي الرجاله باذن الله ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، النخل برضه ابتدى يجي اهو، هنخلص برضه ايه وهننزل لسه ان شاء الله. المهم يلا مش هطول عليكم اكتر من كده، باي خدمات. السلام عليكم.